السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. ان شاء الله بإذن الله قدام حضراتكم النهاردة طريقة عمل الفراولة، طريقة عمل مربى الفراولة بطريقة حلوة جدا وسهلة خالص. ان شاء الله بإذن الله مش هتطلعي من الفيديو ده غير لما تكوني أستاذة في مربى الفراولة. انا كان عندي كمية من الفراولة حطاها في الفريزر، قلت بقى اطلعها واقلبها مربى فراولة. لأن بصراحة كان عندي كمية كبيرة. كان عندي حوالي 5 كيلو مربى أو 4 كيلو ونص كده بالتقريب يعني. أنا ما عنديش ميزان بصراحة فما وزنتهاش، فهي بالتقريب كده حبايب قلبي، هي حوالي 4 كيلو ونص فراولة إن شاء الله بإذن الله. شايفين بسم الله ما شاء الله مربى الفراولة طلعت روعة، يعني طلعت جميلة جدا جدا. ومظبوطة جدا، لا خفيفة ولا تقيلة، وسط. تقدري تعملي كده الساندوتش، تقدري تاكليها كده، تقدري تاكليها، تعمليها سندوتشات للأولاد. الكبار والصغيرين بيحبوها. هي بصراحة جميلة جدا وطعمها روعة، وأحلى من اللي بره مليون مرة. وهي نفس التكلفة، مش فرق كتير يعني، فاعمليها في البيت أفضل. شايفين ما شاء الله. أنا حبيت أقدمها لكم في طبق كده يا حبايب قلبي، أو في بولة صغيرة كده علشان تشوفوها كويس جدا. طبعا انا قدمت لكم مربى الفراولة قبل كده، ده تاني فيديو ليا في مربى الفراولة. يلا بينا بقى نخش الفيديو بتاعنا الجميل ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لحضراتكم حبايب قلبي، انا معايا حوالي 4 كيلو ونص فراولة. شايفين هي مجمدة، يعني طالعة من الفريزر على النار على طول. في ناس تقول لي، يعني في ناس هتقول لي ممكن افكها عادي، ممكن لو عايزة تسيبيها تفك من التلج وتعمليها مفيش مشكلة. الطريقة دي صح والطريقة دي صح، بس انا بصراحة كنت مستعجلة جدا فعشان اعمل الفيديو يعني وكده، فنزلت بيها وهي مجمدة على طول. انا حطيت قد ايه على 4 كيلو ونص فراولة سكر؟ ده اول كيلو حبايب قلبي. هو يفضل طبعا انك تحطي سكر فاتح، لو حطيتي غامق مفيش مشكلة، اللي يعجبك، بس هو يفضل سكر فاتح عشان يديكي طعم احلى. ده الكيلو التاني حبايب قلبي، انا حطيت كيلو وده الكيلو التاني. ده الكيلو التالت حبايب قلبي. ده طبعا طلع سكر يعني غامق شوية، بس مفيش مشكلة يعني يمشي برضو. زي ما قلت لحضراتكم، زي ما تحبوا، سكر فاتح سكر غامق، بس يفضل السكر الفاتح. يبقى انا كده حطيت قد ايه سكر حبيب قلبي؟ 3 كيلو سكر بالظبط. انا هنا بوريكم مستوى النار، ان هي لا هاديه ولا واطيه قوي، يعني وسط. انا هنا حبيب قلبي بوريكم ان انا حطيت 3 اكياس سكر، 3 كيلو سكر بالظبط على 4 كيلو ونص فراوله. طبعا هو لكل كيلو فراولة بتحطي بتحطي يعني كيلو فراولة بتحطي قصاده كيلو سكر، بس طبعا يعني هتبقى مسكرة قوي بصراحة. فانا بحب ان هي تكون سكرها مظبوط، يعني سكرها وسط كده حلو، يعني لا هي مسكرة قوي ولا تحس انها مرة، لا تحس انها مظبوطة، يعني تاكلي منها كده ما تشبعيش، تبقي عايزة تاني. لان لو حطيتي 4 كيلو فراولة على 4 كيلو سكر هيبقى ياما قوي. زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي، طبعا هي غلت معايا، ابتدت بقى تغلي كده وتبكبك معايا.
هي داخلة كده في مرحلة السوا. هي كده حبايب قلبي دخلت معايا في المرحلة الأولى من التسوية. طبعًا هي ليها كذا مرحلة. أول حاجة حبايب قلبي بنشيله الريم الأبيض اللي حضراتكم شايفينه ده، أو اللون الأبيض اللي حضراتكم شايفينه ده اللي على الوش لازم يتشال. عشان تقدري تحافظي على مربى الفراولة تعيش معاكِ مدة أطول ومدة كبيرة جدًا، لازم تشيلي طبقة الريم دي. زي ما حضراتكم شايفين كده حبايب قلبي أنا بنشيلها طبعًا. من وقت للتاني كده طول ما أنتِ باصة عليها وواقفة جنبها، بتشيلي طبقة الريم دي. هتبُصي تلاقي الطبقة كلها اتشالت إن شاء الله. طبعًا الفراولة اللي أنا حطيتها في منها صغيرة، في منها كبيرة، في منها وسط. أنا طبعًا كنت جايبة كل مرة يعني الكمية اللي كنت جايباها باجيب واحط في الفريزر، فعلى حسب بقى اللي كنت جايباها. بس هي ما شاء الله هي كلها كانت جميلة بصراحة. وأنا حطيت حبايب قلبي بالمناسبة أنا حطيت قرنفل، كمية حلوة كده من القرنفل، طبعًا الكمية كبيرة، فأنا حطيت كُبشة كده من القرنفل. لو هتعملي كيلو بس فراولة أو 2 كيلو بتحطي حوالي 4 يعني 4 وردات كده من القرنفل. لأن القرنفل بيبقى شبه الورد كده. أو شبه العود كده، العود المسمار وفوق من فوق كده عامل زي العود المسمار بالضبط. شكل المسمار، بيسموه مسمار. أنا هنا حبايب قلبي معايا حوالي 3 ليمونات. طبعًا أنا دخلت خلاص في مرحلة التسوية، اللي هي المرحلة الأخيرة. شايفين ما شاء الله أول ما حطيت الليمون، كل اللي حضراتكم شايفينه ده اللون الأبيض واللي حضراتكم شايفينه ده كل ده هيروح وهيختفي. إن مجرد ما بتحطي الليمون خلاص أنتِ كده دخلتِ في مرحلة التسوية، في المرحلة الأخيرة. هي بصراحة طريقتها سهلة جدًا وحلوة جدًا. المرحلة دي حبايب قلبي قبل ما أطفّي بحوالي 10 دقايق بالضبط أو 5 دقايق. هي أخدت معايا قد إيه على النار، يعني أخدت حوالي ساعة ونُص. طبعًا الكمية كبيرة جدًا، فهي أخدت معايا وقت. لو هتعملي طبعًا كيلو أو 2 كيلو مش هتاخد معاكِ وقت خالص، هتاخد معاكِ يعني خلاص يعني نُص ساعة وهتلاقيها ما شاء الله استوت معاكِ. زي ما حضراتكم شايفين كده، طبعًا في المرحلة دي ما بتسيبيهاش وتمشي، بتفضلي واقفة جنبها لغاية ما تطفّي عليها. شايفين حبايب قلبي؟ أنا هنا بعد 5 دقايق بعد ما حطيت الليمون. أنا حطيت قد إيه الليمون يعني 3 ليمونات كبار. شايفين ما شاء الله عاملة إزاي؟ جميلة جدًا بصراحة. أنا بقى في المرحلة دي سِبتها حوالي 10 دقايق وبعدين طفّيت عليها. كل اللي حضراتكم شايفينه ده الطبقة البيضا دي هتروح خالص دلوقتي. هتختفي ومش هتشوفوها أصلًا. متنسونيش بقى حبايب قلبي في اللايك، أنا هنا كنت باحاول يعني أقول لكم حطّوا لايك. عشان ما كنتش شايفة الكاميرا كويس. لو وصلتِ معايا للمرحلة الجميلة دي، ما تنسونيش في اللايك الجميل بتاع حضراتكم. أنا هنا خلّصتها حبايب قلبي وفضّيتها كده في بولة جميلة، زي ما حضراتكم شايفين كده، وباقدّمها لحضراتكم. شايفين بسم الله ما شاء الله اللون روعة، حتى الكاميرا ظالمة اللون والله. جميلة جدًا بصراحة، هي لونها كمان أفتح من كده، بس هي باينة لكم غامقة شوية. شايفين ما شاء الله عاملة إزاي؟ واللون الأبيض اختفى تمامًا مش موجود. أنا هنا هي كانت لسه سخنة معايا. أول ما تبقى دافية معاكِ تعبّيها في البطرمان على طول، وتستني لمّا البطرمان يبرد خالص معاكِ، وبعدين تقفلي البطرمان وتحطيها في التلاجة وبألف هنا وشفا. الخطوة دي مهمة جدًا. أول حاجة بالنسبة للبطرمان حبايب قلبي، بتحطي البطرمان في الفرن دافي حوالي 5 دقايق كده وتطلّعيه.
فرن بتولّعي الفرن 5 دقايق وتطفّي عليه، وبعدين بتحطيها في بطرمان. نوع البطرمان إيه، هو يُفضّل طبعًا الإزاز، بس لو عندِك بلاستيك خلاص عادي ما فيش مشكلة. أهم حاجة إنه يكون متعقّم كويس، يعني أهم حاجة تكوني متعقّمة البطرمان كويس جدًا، غاسلاه كويس أوي وتعقّميه بالطريقة اللي أنا قُلت عليها دلوقتي. شايفين ما شاء الله لون الفراولة جميل جدًا إزاي، تحفة بصراحة. أنا مش عايزة أقول لكم كانت روعة، كل اللي أكل منها عجبته جدًا، جدًا. ما تنسونيش بقى حبايب قلبي في لايك من حضراتكم وكومنت جميل من كومنتاتكم الجميلة اللي بتسعدني من قلبي على الجمال والحلاوة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.